الو ديانج امشى. الو ديانج ينطلق بالكرة. الو ديانج الان يكسب مساحة يوصل امتلاك. الو ديانج يمرر كرة خطيرة 1-0 1-0 1-0 شريف السجل. الاهلي يتقدم 1-0. اسبقية للمركز الاهلاوي على طريقة البلياردو. لن اقول اسألوا العزيز جوجل والداهية الفيسبوك، بل سأقول الويكيبيديا يا مارد شاهدة على أرقامك، شاهدة على سوالاتك، شاهدة على أهدافك. الأهلي عنيد بشخصية فولاذية، بثوب الوحش الكاسر، بثوب البطل. هدف رائع كروعة القصيدة. وصلت لأليو ديانج. أليو ديانج لعبها مع حمدي فتحي. الكرة الممتازة والانطلاقة من هنالك على الجهة اليمنى. ترجع مرة ثانية محاولة التوغل خطيرة. بابا يا سيدي رائع. طاهر محمد طاهر الكل يحكي ويشتكي ويطالب بركلة جزاء إلا حكم المباراة السيد أليو ديانج. هل هناك ركلة جزاء أم لا؟ خلي لا 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 لا. بحقك أن تطالب ولكن ليس من حقك أن تحتج وممكن حتى تدخل أرضية الميدان في تقنية الفار إذا تمشي. طبعا إن شاء الله تكون تمشي. هاي الإعادة مرة ثانية. معز بن شريفية. علي ومعز. علي والمعز. علي وجول. علي معلول وجول. يهز شباك مواطنيه توانسه في الجهه المقابله ويفتح مجال التسجيل للاهلي المصري عند الدقيقه 37. هاي الاعاده شوفوها 100 مره في نفس أليو ديانج. ترجع لأليو مره ثانيه يحاول يمر. ما زال أليو يلعبها في الوسط لصالح حسين الشحات. كره ممتازه لمجدي أفشة. خطيره. بابا جول في منتهى الروعة من الفنان مجدي أفشة. يمرر على طبق لمحمد شريف يسجل هدفه الخامس في دوري الأبطال، الثاني للأهلي الذي يبدع في هذه اللقطة. يا سلام على اللعبة من هنالك. شوف الفنان، شوف الرائع مجدي أفشة بروعة في وضعية لمحمد شريف يسراه جول. يا مجدي كما انت فنان. يا مجدي تمريرتك كم هي رائعة. تمريرة ولا أروع. وهدف ثاني الأهلي بأريحية كبيرة نفسية وفنية وتكتيكية ومعنوية كلها تسمح لنا للأهلي بأن يستمتع ويمتعنا. كرة ممتازة من مرة. هذه تمريرة تدرس للأولاد الصغار. يا مجدي يا أفشة يا سلام على الروعة. الحكم المساعد يرفع الراية من هنالك معلنا وضعية تسلل. يا مجدي يا مجدي ليس هناك وضعية تسلل. حمدي النقاس كسر وضعية التسلل. هدف ولا أروع. ولكن قبل الهدف يجب أن نستمتع بالتمريرة. ليس هناك وضعية تسلل. نعم يا بيتسو موتسيماني ليس هناك وضعية تسلل لأنه حمدي النقاس كسر الوضعية. يا سلام عليك يا مجدي يا أفشة يا سلام. تمريرة ولا أروع وجول رائع. الحكم صفر. الحكم المساعد أعلن وضعية تسلل.